انت اما تيجي سورة زي دي وتقرأها بالليل ما تغيركش، تغيرك. اما تقرأها بتدبر ما تأثرش فيك، لا تأثر فيك. لو انا سألتك ايه اكتر الصور اللي انت تأثرت بيها في رمضان اللي فات، اشوف اذا كان اللي في بالي ولا لا. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. لو حبينا ناخد واجب عملي سورة زي دي، سورة القيامة، اقرأ كده تفسيرها، تفسير كده في التفسير الميسر أو التفسير المختصر، بس اقرأ التفسير. ومش هقول لك اقعد طول الليل صلي بس حتى ركعتين بسورة القيامة بتمعن بتدبر، وشوف أثر هذه السورة المباركة على قلبك وعلى كلامك وعلى سلوكك